يا صاحبي ال WWE أو المصارعة الحرة، الحلبة اللي أغلبنا كان بيستمتع يتفرج عليها لحد ما جت الصدمة إن كل ده تمثيل. بس بعيدا عن التمثيل، المصارعة دي فيها كوارث بجد. مصارعين دفعوا حياتهم تمن حركة غلط. والنهاردة هنعمل رحلة سريعة في عالم المصارعين اللي ماتوا أو اتشلوا بسبب الحلبة. نبدأ مع هيجو، مصارع مكسيكي وابن المصارع الأسطوري جوايو هيوجو. الراجل كان ماشي على خطى أبوه والجماهير بتحبه، لكن سنة 2015 كانت النهاية مأساوية. ماتش رباعي وهيجو ضد ري ميستيريو. ميستيريو جه ينفذ حركته الشهيرة 619 اللي يعلق خصمه في الحبال ويرزع وشه باللفة. عملها على هيجو بس هيجو ما ردش. المفروض يمثل انه وقع، لكن جسمه كان بيقول حاجة تانية. ميستيريو فهم ان في مصيبة، كلم الحكم، والحكم اعلن حالة الطوارئ. دخلوه الاطباء، حاولوا يسعفوه، نقلوه المستشفى، لكن هيجو ودع الحياة. السبب 3 فقرات من رقبته اتكسرت. وهنا الجمهور اللي كان جاي يتفرج على عرض مسلي خرج مصدوم من مأساة حقيقية. سنة 1999 عرض سماك داون، ماتش بين بران ودراز. المفروض كله تمثيل كالعادة. بران شال دراز، عملوا حركة شبه حركة أندرتيكر، بس اللي حصل دراز بطل يتحرك. المسعفين دخلوا لقوا ظهره اتكسر، ومن اليوم ده عاش باقي عمره على كرسي متحرك. عارف بقى ليه بيكتبوا دايما على الشاشة ما تعملش الحركات دي في البيت؟ علشان يا معلم الحركة اللي تمثيل ممكن في ثانية تبقى مأساة حقيقية. أوين هارت، أسطورة كندية، بدأ سنة 1983 وكان مشهور بحركاته المجنونة، وكان ليه دخول مختلف، ينزل من فوق الحلبة بحبل حوالي 15 متر فوق الأرض. بس في آخر مرة الحبل اتقطع، وقع من 7 أو 8 متر على الأرض وتوفى فوراً. WWE ما عرضتش الفيديو ده، لكن الجمهور اللي كان بيصور وقتها سرب لقطات بعد وقوعه. يعني الراجل مات مش من حركة خصم، لا، مات من دخول استعراضي. تخيل ايه العبث ده. ميتسوهارو ميساوا، مصارع ياباني أسطوري. اسمه يضحك شوية، بس الراجل كان فعلا وحش، ليه بطولات كتير وليه جمهور كبير. سنة 2009 كان في ماتش لفريقه، خصمه نفذ حركة خطيرة، ميتسو وقع زي التمثال، ما يتحركش تاني، رقبته اتكسرت، جاله نوبة قلبية، اتنقل المستشفى وتوفى في نفس اليوم. الجمهور اللي كان بيشوف أسطورة حية فجأة لقى نفسه بيشوف جنازة مفتوحة على الهواء. إيدي جيريرو، مصارع مكسيكي سبب فقر الدم، اتعالج بعدها، لكن القدر كان مستنيه بره الحلبة. سنة 2005 أخوه حاول يكلمه، ما بيردش، راح الفندق، دق الباب، مفيش رد. سمع الموبايل بيرن جوه، كسر الباب، لقى إيدي واقع على الأرض، حاول ينعشه، الإسعاف جه، لكن السبب كان انسداد في الشرايين، وفقدنا واحد من أكتر المصارعين اللي ليهم كاريزما وحضور. عارف يا صاحبي، المصارعة الحرة ممكن تبان إنها تمثيل، بس الحقيقة ورا الكواليس مخيفة جدا. ماتش واحد ممكن ينتهي بكارثة، وحركة غلط ممكن تغير حياة مصارع أو تنهيها. وعلشان كده ما تصدقش إن التمثيل معناه أمان. المصارعة الحرة لعبة خطيرة، وكل حركة فيها متقسمة بالملي. ولو وصلت لحد هنا فأنت من الناس الجامدة اللي بتكمل للآخر. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وصلي على النبي.